الحملة الانتخابية أقمنا عدة مهرجانات في قضاء أبو الخصيب وقضاء الدير وفي المركز في البصرة، وهذا المهرجان الرابع حاليا في قضاء الزبير. لدينا مهرجان كبير قبل الانتخابات بعدة أيام. الغاية من هذا المهرجان هو تثقيف وتوعية البصريين بالمشاركة الواسعة بالانتخابات، وهو واجب وطني وشرعي للمشاركة، لأن لولا المشاركة الواسعة راح يبقى الفاسدين متربعين على السلطة في البصرة. وبذات الوقت عرضنا المشروع الانتخابي أو البرنامج الانتخابي المكون من 30 مفصل خدمي، ابتداء من السكن ومرورا بالتعليم والصحة ودعم الشباب الذين هم أكبر شريحة موجودة في المجتمع البصري، انتهاء بمنظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع مغيبة لدينا في البصرة. راح لدينا خطة كبيرة من أجل رفض هؤلاء بعدة مشاريع مهمة لتطوير وتنمية أبنائنا من الصناعيين والحرفيين. راح نعمل على كل بصري يكون لديه دار سكن، نعمل على لقمة العيش التي هي لولا الخبز لما عبد الله. راح تكون لقمة العيش ليس بتوزيع الأموال على البصريين، وإنما برفد المحافظة بمشاريع مهمة تنموية بأسعارها الحقيقية. حقيقة احنا نعاني من البصرة بالمشاريع اللي قام نسمعها بأرقام خيالية، أنا أراها أكثر مبالغة من قيمتها الحقيقية. ما رأينا بالبصرة فقط التبليد والمقرنص، بس إن شاء الله بقوة الله لدينا مشاريع، والفترة القادمة حبلى بالمفاجآت بالمشاريع الاستراتيجية. راح نضغط على حكومتنا الاتحادية، احنا أولى من كل محافظات العراق. مدينتنا تصدر 4 مليون برميل، نحن في بقعة مع جل احترامي للعراقيين، العراق كله ياكل من تحت أرجلنا من هذه المدينة المعطاة قضاء الزبير. أغلب المشاريع النفطية في هذه المدينة راح نضغط على حكومتنا بجلب مشاريع استراتيجية مهمة للمحافظة وتوظيف أبنائنا سواء في الشركات الخاصة أو في الشركات العامة للدولة. والله الموفق. المرشح عبد الكاظم كريم، تحالف نبني، رقم القائمة 195 تسلسل 13.